في مكان بعيد في قلب أفريقيا، بحيرة شكلها من بعيد يخطف العين، ومية بتلمع كأنها جوهرة سحرية، لكن ما تخليش جمالها يخدعك، لأن دي مش بحيرة عادية، دي فخ قاتل، واللي يدخلها ممكن يتحول لحجر صلب زي التماثيل. النهاردة هحكي لك عن بحيرة ناترون، المكان اللي بيجمع بين الجمال والموت الصامت. بحيرة ناترون موجودة في شمال تنزانيا، ومن بعيد شكلها يجنن، لكن الحقيقة ورا المنظر ده مرعبة. البحيرة دي خطيرة جدا بسبب تركيبتها الغريبة، فيها نسبة قلوية عالية جدا، يعني زي الصودا الكاوية كده. السبب الصخور البركانية اللي حواليها بتفرز كربونات الصوديوم والمعادن اللي بتتراكم في المية. المية دي مش بس خطيرة، دي قاتلة. لو أي طير أو حيوان لمسها مفيش رجوع، الجلد بتاعها يتحرق، العين تتلف، والجسم كله يتحول لحاجة شبه الحجر كأنه تمثال طبيعي. ودرجة الحرارة كارثة لوحدها، بتوصل ل60 درجة مئوية. يعني مش بس القلوية اللي عالية، الحر كمان بيضر بالكائنات الحية. لكن هنا المفاجأة، البحيرة دي اللي بتقتل أغلب الكائنات الحية هي في نفس الوقت ملجأ آمن لطيور الفلامنجو الصغيرة. الفلامنجو بتتغذى على الطحالب اللي موجودة في المية دي، وبتقدر تعيش فيها من غير ما يحصل لها أي حاجة. سبحان الله، وسط الموت في حياة. بحيرة ناترون مش بس مكان جميل وخطير، دي رسالة من الطبيعة. مش كل اللي يلمع دهب، ومش كل الجمال أمان. المكان ده بيخلينا نفكر في التوازن العجيب بين الحياة والموت، وربنا قادر يحمي مخلوق وسط أخطر الظروف. ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك وشير واشترك لو أول مرة تزور القناة. أشوفكم في مغامرة جديدة.